السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير. أتمنى اللي بيتفرج على الفيديو يعمل لايك جميل ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. تشكيل الأهلي لمباراة الإيابة التي ستقام في القاهرة يوم الجمعة القادم إن شاء الله مع سيمبا. هنستعرض التشكيل معاكم النهاردة اللي في اعتقادي مش هيخرج عن التشكيل ده. ورقة وقلم واكتب معايا. حراسة المرمى مصطفى شوبير المتألق، وخط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. اما في خط الوسط ان شاء الله هيكون مروان عطيه والسوليه ومحمد مجدي قفشه. خط الهجوم الشحات هاف شمال وبيت تاو هاف يمين، وراس حربه صريح وهو هيكون موديس. عاوز اقول لك ان التشكيل ده فيه تغيير وحيد وهو قفشه هيبدا مكان كوكا، وده لان الاهلي بيلعب في القاهره، فبالتالي هينزل ضاغط على سيمبا علشان يخلص المباراه بدري، لان في وجود كوكا بيكون الاهلي متحفظ بعض الشيء. لكن كولر عاوز لاعب رمانة ميزان ويحرك اللعيبه من الخط الدفاعي الى الخط الهجومي، وهو هيكون قفشه، لان قفشه هو اللي يقدر يصنع الفارق، وكلنا شفناه في نهائي الكاس صنع هدف لامام عاشور وسجل هدف جميل جدا. ولكن في وجود قفشه هتلاقي السوليه ومروان عطيه عندهم ادوار دفاعيه مكثفه، لان قفشه مش بيدافع 100%، وده دايما بيكون دور اي لاعب في المكان اللي بيلعب فيه قفشه. ولكن في بعض الامور المهمه جدا، وهي ان كولر لازم يتكلم مع محمد عبد المنعم وفهموا ان دي مباراة مهمة جدا جدا، ومفيش داعي للفلسفة الزيادة اللي بتكون على حدود منطقة الجزاء، وطبعا احنا عارفين ان محمد عبد المنعم بيعملها على طول. وعاوز اقول لك ان مشاركة موديست اساسي من بداية المباراة دي هتكون صح 100%. هتقول لي موديست في البدني مش افضل حاجة، لكن هيكون مهم جدا في الناحية الهجومية، لان الاهلي مش هيدافع. فعرضيات معلول ومحمد هاني لموديست مهمه جدا داخل ال 18. اما لو الاهلي يلعب على المرتدات فالافضل يلعب بكهربا علشان التحويل من الناحيه الدفاعيه الى الناحيه الهجوميه، فدي هتحتاج سرعات ولياقه بدنيه، فهيكون صعب على موديست لو هيلعب كونتر اتاك. اما بالنسبه للسوليه في نص الملعب هو اللي لازم يبدا بجوار مروان عطيه، لانه يمتلك الخبرات في المباريات اللي زي دي، وان كان مستواه مش احسن حاجه في الفتره الاخيره الا انه بيعرف يتعامل في الظروف والمباريات الصعبه اللي زي دي. وعلى فكره المباراه دي هتكون صعبه جدا جدا على النادي الاهلي، ومش معنى اننا فزنا بهدف هناك اننا نطمن وخلاص ضمننا الصعود وضمننا الفوز. لازم نلعب على الفوز من بدايه اللقاء علشان ما نصعبش الامور على نفسنا، وان شاء الله البطوله تكون من نصيب النادي الاهلي ونكسب بأريحية. نروح بقى للخبر اللي منتشر قوي على السوشيال ميديا، وهو ان مباراة الاهلي والزمالك في الدوري الممتاز المصري، وخلي بالك من كلمة الدوري المصري، يعني مش الدوري السعودي. المباراتين هيقاموا في السعودية، مباراتي الاهلي والزمالك في الدوري المصري هيقاموا في السعودية. تقنعني ازاي؟ اقول لك ده اللي حاصل. طب ما احنا عندنا ملاعب وعندنا حكام وعندنا فار وعندنا جماهير وعندنا دوري مصري، ليه بقى نروح ننقله في السعودية علشان شوية فلوس؟ والكلام للنادي الاهلي ونادي الزمالك اللي كل الناس بتتجمع على حب الناديين، مش علشان فلوس نبيع الدوري كمان والرياضة المصرية. ده شيء مش صحيح وحرام اللي بيحصل ده. اسمع معايا الاعلامي صابر الغراوي اللي بجد عجبني كلامه عن الخبر ده، قال ايه؟ انا ارفض تماما انه الدوري المصري وكأس مصر قبل الدوري ان يتحول الى سلعة. الكل بيتحدث او كل المؤيدين بيتحدثوا عن المقابل المادي اللي هيعود على الناديين وعلى بقيه انديه الدوري من انتقال مباراه الاهلي والزمالك الى الملاعب السعوديه. اتكلموا عن المقابل المادي فقط، ما حدش اتكلم عن تطور فني، ما حدش اتكلم عن رزنامه عادله للفرق المصريه في الانتقالات والسفر، ما حدش اتكلم على الامور دي، كله بيتكلم عن المقابل المادي فقط. وانا أكرر أرفض تماما أن يتحول الدوري المصري
وكأس مصر إلى سلعة تباع وتشترى ويمكن أن تنقل هنا وتلعب هناك. المباريات الترويجية تختلف اختلافا كبيرا. بنتكلم عن كأس السوبر في كل أنحاء العالم بينتقل مباريات ترويجية بتكون افتتاحية جيدة للموسم في أي بلد، أو ختام جيد للموسم في بلد آخر. دي بتكون فيها فرصة للشركات الراعية، الشركات التسويقية، الشركات اللي بتعمل في المجال الرياضي إنها بتقوم بعمل التسويق. إنما صلب المسابقات الرياضية في مصر أو في أي دولة، أصل المسابقات وأصل المنافسات سواء الكأس أو الدوري ينتقل إلى ملاعب أخرى خارج الملاعب المصرية، ده أنا أرفضه تماما. ده من حيث الشكل. من حيث المضمون بنتكلم عن ضغط كبير جدا. حتى أنا دلوقتي كمسؤول في جهاز فني في أهلي أو في زمالك بعاني معاناة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، وخصوصا الأهلي بيلعب كل ثلاث أيام مباراة. هيروح كمان هتزودوا عبء وأنت عمال بتأجل له مباريات في الفترة لكن الأخيرة. سنة الحديث عن بيان الراجل قال لك أرفض أن يتحول الدوري وكاس مصر إلى سلعة تباع وتشترى. وبصراحة الراجل ده عنده حق. لحد امتى هنفضل بالسلبيه دي وهنفضل نتعامل بالهمجيه دي؟ كره القدم والرياضه المصريه عموما راحت في حته تانية خالص، بس حته للاسف مش كويسه. واتمنى اننا نحكم عقلنا ونفكر في الرياضه المصريه قبل ما نفكر في شويه فلوس، والفلوس دي تتسبب لنا في اهانه من ناس احنا اللي علمناهم يعني ايه رياضه ويعني ايه حياه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى الدعاء لإخواتنا في فلسطين، واشوفكم على خير.